عمركم بقى شفتوا بتنجان بيتقلي بهراسة البطاطس؟ انا هقلي البتنجان بهراسة البطاطس ومن غير نقطة زيت. تعالوا اوريكم ازاي. حصري عندي انا وبس على دفا البيوت، خطيرة بجد، جميلة جدا. عايزة اقول لكم اني انا الوحيدة اللي بقلي البتنجان بهراسة البطاطس من غير نقطة زيت. تعالوا اوريكم هنعمل ايه. اول حاجة هجيب البتنجانية. طبعا البتنجان انا كنت غسلاها كويس قوي. كل اللي هعمله ان هقشرها بالشكل ده. انا بقطعها حلقات، يعني ما تكونش يعني تخينه قوي ما تكونش خفيفه قوي. هو حلقات اللي هي العاديه الوسط دي كده. شايفين عامله ازاي؟ بعد ما قطعت البتنجان زي ما انتم شايفين كده، شايفين السمك بتاعه؟ هو ده السمك اللي انا عايزاه. طبعا بقى من غير ما احطه بقى في ميه بملح ولا نقعه ولا الكلام ده كله، زي ما هو كده ناشف. هروح على الطاسه دلوقتي وهوريكم الخطوه الجايه اللي بعد كده. شايفين بقى؟ كل اللي هعمله هجيب طاسه زي دي كده فاضيه ما فيهاش نقطه زيت. كل اللي هعمله هجيب رشه زيت ما تذكرش، يعني شايفين قد ايه؟ يا دوبك بس ايه ابل بس الفرشه كده زي ما انتم شايفين كده، عشان بس ايه البتنجانه ما تتحرقش معايا مش اكتر. شايفين كده حاجه كده يعني؟ شايفين؟ انا عايزه اوريكم ما فيش نقطه زيت. شايفين؟ بس هي مجرد بس الطاسه اتلمعت بس بالزيت كده. كل اللي هعمله هجيب بقى البتنجان بتاعي انزله كده، بعد ما كده عدى دقيقه وانا حاطاه زي ما هو كده. كل اللي بعمله بجيب النار، بجيب طبعا الهراسه بتاعت البطاطس بتاعتي، ودي بطله الحلقه النهارده. وهبتدي بقى ايه اضغط كده ضغطات عشان اطلع الزيت اللي جوه البتنجان. شايفين؟ بضغط كده عليها خالص. شايفين؟ شايفين الزيت اللي بيطلع من البتنجان عامل ازاي؟ هو بيتقلب نفسه. شايفين؟ شايفين الزيت؟ تحفه، طريقه حصري عندي انا وبس على قناتي دفا البيوت، خطيره. الفكره دي بتاعتي انا بعملها. طبعا كلنا احنا بنحب البتنجان ومحرومين من البتنجان المقلي، فده انا هديك البتنجان مقلي من غير نقطه زيت. يعني للمصداقيه بس انا حطيت نقطه زي ما انتم شفتوا كده في اول الفيديو يا دوبك، يعني مجرد ان انا بس ايه عشان بس البتنجانه ما تتحرقش مني في الاول. وبضغط زي ما انتم شايفين كده، الزيت اللي جوه البتنجان هو اللي بيقلب البتنجان نفسه. شايفين عامل ازاي؟ خطير بجد، حلو قوي. خلاص بقى كده ما بقاش فيه معاناه، بدنا ناكل بقى مسقعه براحتنا. هنعمل مسقعه. بصوا شايفين ان الزيت ده زيت طبيعي بتاع البتنجان بيقلي نفسه بنفسه. بضغط عليه كده اهو ضغطات خفيفه زي ما انتم شايفين كده. شايفين؟ ده زيت البتنجان بيقلي نفسه بنفسه. عايزه اقول لكم ان انا من عشاق البتنجان، وطبعا كنت محرومه منه لان انا ما بحبوش غير مقلي، وطبعا ما باكلوش بقى عشان طبعا بيبقى شارب زيت كتير قوي. فالطريقه دي عايزه اقول لكم بقى يعني بصوا اختراع جميله. شايفين بقى البتنجان اتقلى معايا خطير ومستوي جدا. نطلع بقى البتنجان بتاعنا. شايفين البتنجان وحلاوته؟ بصوا مقلي ازاي ولونه جميل خطير ومستوي على فكره. شايفين؟ هجيب رشه خفيفه زي ما اتفقنا كده، واجيب الفرشه بتاعتي كده اهو، واكمل باقي الكميه. طب انا لو ما عنديش هراسه بطاطس زي دي، طب اعمل ايه؟ لو ما عنديش هراسه بطاطس زي دي هقول لك تعملي ايه. مش هسيب البط، هنجيب الكبشه. عارفين الكبشه بتاعتنا طبعا موجوده في كل البيت، في كل بيوتنا موجوده. بنضغط عليها برضو زي كده.
تمام. بصوا بقى، بما ان مفيش هراسه، لو ما عندكيش هراسه تعمليها بالكبشه كده. شايفين؟ بس انا عايزه اقول لكم ان هي بالكبشه احسن، سوري، بالهراسه احسن. شايفين بقى بالهراسه بتطلع الزيت ازاي اللي جواها؟ شايفين؟ يا رب يكون بس يكون واضح عندكم. شايفين الزيت اللي طالع منها؟ صدقوني والله انا ما بحبش احلف، بس يعني انا عايزه اقول لكم ان ده الزيت اللي بيبقى في البتنجان نفسه، يعني هو كده بيقلي نفسه بالزيت بتاعه، يعني كأنك بتاكلي بتنجان مشوي مقلي بس خطير. شايفين الزيت اللي نازل؟ ده زيت بتنجان. شايفين الجمال؟ نقلبه بقى مع بعض. شايفين بقى؟ يلا نطلع البتنجان خطير. شايفين اللون؟ وكده قلينا البتنجان كله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه؟ بتنجان مقلي ده ولا مش مقلي؟ خطير. ممكن بقى نحط عليه توم وكزبره كده وفلفل وليمون طبعا وخل والكلام ده، بس انا بفضل صراحه ان انا احط عليه ملح وكمون فقط، واحيانا بعمله برضو بالثوم والكزبره وكده، بس انا يعني طالما قاعده لوحدي بعمله كده ايه بالملح والكمون، بيبقى خطير بجد. كل اللي بعمله بجيب رشه ملح كده صغنطوطه كده، وبعد كده هجيب رشه كمون، وده اختياري براحتكم بس بيبقى خطير. شايفين بقى؟ بتنجان مقلي من غير نقطة زيت. تاكلي بقى بتنجان براحتك، تاكلي مسقعة براحتك، فحاجة كده ما شاء الله ما شاء الله، يعني خطيرة جدا. وحصري بس عندي قناتي دفى البيوت، خطير بجد، ما حدش هتلاقوا حد عمله قبل كده ولا حد هيقليه بالطريقة دي. شايفين بقى البتنجان؟ بصوا مستوي زبدة. والزيت اللي فيه ده زيت بتاعه، مش زيت اكل انا حطاه. شايفين خطير ازاي؟ خطير. وكده بقى عملنا احلى بتنجان مقلي من غير نقطة زيت، وطبعا قليينه بالهراسة البطاطس مع خيار جميل كده فريش وجميل. وده عيش العدس، فاكرينه؟ فاكرين عيش العدس اللي عملناه؟ وادي كمان البيض العيون استوى. شايفين بقى؟ فطار خطير. تعالى بقى نعمل مع بعض سندوتش كده. يلا بقى نعمل سندوتش مع بعضينا. ده كده عيش العدس اهو. كل اللي هعمله هاخد بتنجانه كده. ايدي جايه في الكاميرا يا حمزه. تمام. بعد كده نحط بقى بيضايه كده. شايفين السندوتش الخطير ده؟ وقف. بعد كده بقى ناخد بقى ايه خيارتين كده. احلى سندوتش صحي تفطروا بيه بالهنا والشفا. خطير. شايفين؟ وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، وسندوتش صحي وجميل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناه. باي باي.